بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده تصميم كوفيه رجالي. هي تنفع رجالي وحريمي، لكن التصميم ده بيبقى ماشي اكتر رجالي وبيكون مطلوب اكتر في الكوفيات الرجالي. عايزه اقول لكم تقريبا ده يمكن يكون اكتر تصميم دارج عليه طلب او اقبال بالنسبه للشباب او الرجال. تصميم سهل جدا جدا، مناسب لاي بنوته مبتدئه. هنشوف دلوقتي مع بعض الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها. عايزاكي بس لو بتشوفينا لاول مره يا ريت تعملي اشتراك في القناه، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك والشير وتسيبي لي رايك في الكومنتات. كمان بقى حابه اقول لك لو انت مهتمه بالاعمال الفنيه بصفه عامه وصناعه الاكسسوارات الهاند ميد، تقدري تشتركي معانا في القناه التانية جوجل شانل. هتلاقيني سايبه لك اللينك بتاعها باذن الله في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو. يلا نقول بسم الله ونشوف خاماتنا وادواتنا ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي. الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها النهارده باذن الله، انا هشتغل بخيط ليز كلاسيك او ليز بيركيوم، وهحتاج معاه ابره كروشيه مقاس 5.5، وعايزه مقص وعايزه ابره تنظيف. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى بعملها ايه؟ انا ببتدي ان انا هعمل عقده بدايه، وهشتغل سلسله بطول الكوفيه اللي انا محتاجاه. هعمل سلاسل بطول الكوفيه. هبتدي ان انا اسحب كده الخيط من الغرز بتاعتي واكون سلاسل. طول السلسله دي هي اللي هيتحكم لي في طول الكوفيه اللي انا محتاجاها. انا مثلا هشتغل في المقاس اللي هشتغله النهارده سلسله طولها حوالي 185 سنتي. تقدري تزودي مثلا لحد مترين او مترين وربع زي ما انت حابه، وممكن تقللي عن كده حسب ما انت محتاجه طول الكوفيه بتاعتك. هشتغل السلاسل بالطول اللي انا محتاجاه ونرجع نكمل. خلصت كده واشتغلت السلسله بالطول اللي انا محتاجاه بالشكل ده كده. انا اشتغلت زي ما قلت لكم 185 سنتي تقريبا. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هطلع غرزه ارتفاع، دي مش بحسبها معايا في العدد ولا بحسب اي حاجه. هاخد لفه على الابره وهبتدي ان انا هشتغل غرزه نص عمود. هسيب الغرزه بتاع الارتفاع مش بشتغل فيها حاجه، وبروح على الغرزه اللي بعدها على طول ابتدي ان انا اسحب غرزه نص عمود. غرزه النص عمود يعني انا باخد لفه على الابره الاول، بدخل في الغرزه اللي عليها الدور، بجيب خيط واطلع، بلاقي معايا 3 حلقات، باخد لفه وبطلع من ال3 حلقات، وبكرر مره كمان. باخد لفه على الابره واروح رايحه في الغرزه اللي عليها الدور، بدخل اجيب خيط وارجع، بلاقي معايا 3 حلقات على الابره، باخد لفه واطلع من ال3 حلقات كلهم. دي كده غرزه النص عمود. نكررها مره كمان. هاخد لفه على الابره، ادخل في الغرزه اللي عليها الدور، بجيب خيط من ظهر الشغل وبرجع، بلاقي معايا 3 حلقات، باخد لفه واطلع من ال3 حلقات كلهم. هشتغل السطر كله لحد الاخر على كل السلاسل اللي احنا عملناها بنفس الطريقه. كل غرزه بتقابلني بشتغل عليها غرزه واحده بس بغرزه النص عمود بالشكل ده كده. اكمل لحد اخر السطر ونرجع نكمل. خلصت كده السطر كله عندي بنفس الطريقه بغرزه النص عمود، ودي كده اخر غرزه عندي في السطر برضو عليها غرزه نص عمود. دلوقتي كده هعمل ايه؟ دلوقتي هطلع سلسله واحده بس ارتفاع للسطر الجديد، وهلف الشغل على الناحيه التانية. هاخد لفه على الابره وهبتدي ان انا هشتغل بغرز برضو نص عمود على كل السلسله بتاعتي اللي انا اشتغلتها، على كل الغرز اللي اشتغلتها. كل غرزه بتقابلني هشتغل عليها غرزه نص عمود، لكن مش هشتغل تحت الحلقتين زي ما متعودين ان احنا دايما بنشتغل. انا هشتغل غرزه النص عمود بتاعتي على الحلقه الخلفيه بس للغرزه اللي في السطر اللي قبله بالشكل ده. يعني هنشتغل غرزة نص عمود عادي، باخد لفة على الإبرة بس مش هدخل تحت الحلقتين بقى كده واشتغل تحت الغرزة كاملة، لا أنا هشتغل تحت الحلقة الخلفية بس أو الباك لوب للغرزة، واشتغل غرزة النص عمود عادي جدا بالشكل ده. لفة على الإبرة، أن عندي الغرزة بتاعتي بتبقى حلقتين بالشكل ده كده، هدخل تحت الحلقة الخلفية بس وابتدي ان انا اسحب خيط واكمل غرزة عادي. يبقى انا دلوقتي بشتغل بغرز النص عمود على الحلقة الخلفية للغرز بالشكل ده كده. هتبتدي تلاقي عندنا كده بروز خط ده كده اللي هي الحلقة الأمامية اللي احنا بنسيبها. مع تكرار السطور هتبتدي تدينا الشكل اللي احنا محتاجينه. باخد لفة على الإبرة وبدخل في الحلقة الخلفية بس، اسحب خيط وأكمل غرزتي عادي بالشكل ده كده. وبنفس الطريقة وبنفس كل حاجة بكمل السطر كله لحد آخر غرزة عندي في السطر. هخلص السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر عندي كله بنفس الطريقة،
ومنساش اخر غرزة عندي في السطر ان هي بتبقى مستخبية لتحت شوية، بس لو وقعتها هتبوظ معايا شكل الكوفية من الجوانب، وهنلاقي ان هي بدأ يحصل زي تناقص في الغرز. يبقى لازم اخد بالي من اخر غرزة عندي في السطر. دلوقتي للسطر الجديد هطلع غرزة ارتفاع بنفس الطريقة، هلف الشغل على الجنب التاني، وبرضو هبتدي اشتغل زي السطر اللي فات بالظبط. هشتغل غرز نص عمود على الحلقة الخلفية بس للغرزة بالشكل ده كده. كل غرزة هتقابلني اشتغل عليها غرزة نص عمود على الحلقة الخلفية للغرزة، وهكذا بقى هشتغل كل السطور اللي عندي لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه للكوفية بتاعتي. بخلص السطر وباجي في اخر السطر بروح طالعه غرزة واحدة بس ارتفاع، وبعد كده اشتغل سطر كامل جديد بغرز النص عمود على الحلقة الخلفية بس للغرزة، واقلب السطر اللي بعده برضو بطلع غرزة ارتفاع والف الشغل على الجنب التاني واشتغل سطر من غرز النص عمود على الحلقة الخلفية، وهكذا. افضل بقى اكرر السطور بتاعتي لحد ما اوصل للعرض المناسب للكوفية بتاعتنا بالشكل ده. كوفية سهلة جدا وبسيطة وعملية جدا، وعايزة اقول لكم يمكن من اكتر التصاميم اللي بتكون مطلوبة ودارجة في اختيار الرجال. يعني دايما بيحبوا التصميم ده، بسيط وسيمبل كده وما بياخدش معاكي وقت. اخلص بقى السطر ده واكرر السطور الجاية بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه، ونرجع نكمل مع بعض. ده كده معناه الشكل النهائي للكوفيه بتاعتنا بعد ما خلصت. هيكون عندك اختيارين، ممكن انك تركبي لها شراشيب او تسيبيها على شكلها ده. ممكن كمان ان انت اثناء ما انت شغاله تغيري الالوان في السطور وتعملي توزيعه الالوان زي ما انت حابه. ممكن تعمليها ساده، ممكن تعمليها الوان، ممكن تعمليها لونين بس، ممكن زي ما قلنا تركبي شراشيب او لا. الفينش النهائي او الشكل النهائي للتصميم ده بيبقى راجع ليكي. اتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبتكم. الفيديو سهل جدا والكوفيه سهله جدا، تقدر اي بنوته مبتدئه تتعلم معانا الكروشيه لاول مره تنفذها باذن الله بكل سهوله، والنتيجه هتعجبها. ما تنسيش بقى تاخدي لفه كده على القناه، هتلاقي افكار كتير وتصاميم كتير للكوفيات الرجالي والحريمي مشروحه كلها بالتفصيل. باذن الله كلها تكون سهله وتقدروا تنفذوها بكل سهوله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. بنتقابل على خير قريب باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.